السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في مدونة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس في الوورد اكس بي. طبعا بنفتح قائمة ستارت أو البروجرامز، نختار برنامج مايكروسوفت وورد. النهاردة إن شاء الله هنشرح واجهة البرنامج وأشرطة الأدوات. طبعا البرنامج ينقسم إلى جزئين: الجزء الأيمن جزء المحتوى اللي بننفذ عليه الكتابات بتاعتنا، التنسيقات بتاعتنا، والجزء الثاني بيمثل لوحات الوظائف. البرنامج بشكل افتراضي بيبدأ بلوحة وظائف مستند جديد، في سهم جنب مستند جديد بيشمل باقي الوظائف، لوحات الوظائف الأخرى. طبعا لوحة الوظائف الموجودة حاليا بيكون جنبها علامة تجزئة صح نشطة. مثلا لو اخترنا إدراج كليب آرت، لوحة الوظائف إدراج كليب آرت، هتغير إلى إدراج كليب آرت. لو عايزين نرجع للوحة الوظائف السابقة بندوس إلى الأمام ترجع للوضع السابق. طبعا هنا الشريط الأزرق ده شريط العنوان، بيشمل اسم المستند. طبعا اسم المستند لأن احنا لسه ما سمناش المستند، بيكون اسم الافتراضي وهو دوكومنت 1 مستند رقم 1. نجد على يمين شريط العنوان 3 أزرار. الزرار الأول مينيمايز وهو تصغير البرنامج إلى شريط المهام، والشريط الثاني هو شريط ريستور داون أو استعادة إلى الأسفل، تصغير وتكبير. وزر كلوز إغلاق التطبيق. تحت شريط العنوان بنلاقي شريط القوائم، وهي عبارة عن مجموعة من القوائم المنسدلة إلى أسفل. بالضغط على قائمة ملف ينسدل منها قائمة إلى أسفل، بيظهر فيها في البداية الأوامر الأكثر استخداما، ويظهر سهمين بعد كده نقف على السهمين دول لحظة بتنسدل باقي القائمة. بنلاقي في القوائم دي 3 أنواع: مجموعة من الأوامر أو العديد من الأوامر. بنلاقي 3 أنواع من الأوامر. في بعض الأوامر اللي بنلاقي قدام الأمر 3 نقاط، ودي بتدل على أنه سوف يتم فتح مربع حوار للاختيار منه بمجرد ضغط على هذا الأمر. زي مثلا أمر فتح، بيطلع أو يخرج مربع حوار للاختيار منه. وأوامر أخرى نجد أن أمامها سهم يدل على أنه سوف تظهر قائمة منسدلة من هذا الأمر، قائمة فرعية من هذا الأمر. والأمر الثالث بيكون أمر بدون 3 نقاط وبدون سهم، وهذا دلالة على أنه سوف ينفذ بمجرد الضغط عليه مرة واحدة فقط. تظهر العديد من الأوامر اللي هنتعرف عليها إن شاء الله لاحقا. أسفل شريط القوائم، طبعا مجرد ضغط على الأمر مرة أخرى تنطوي هذه القائمة. أسفل
شريط القوائم بنجد شريط الأوامر القياسي وشريط الأوامر تنسيق. الوضع الافتراضي للبرنامج أنه هذين الشريطين يظهران في شريط واحد أو في صف واحد، ولذلك تختفي بعض الأوامر منهم وبتظهر في هذا السهم الجانبي. بالضغط عليه تظهر باقي الأوامر المختفية. ولجعل هذين الشريطين في صفين بنضغط على هذا السهم ونختار إظهار الأزرار على الصفين، أو من عرض أشرطة الأدوات نختار تخصيص ونضغط على عرض شريط الأدوات القياسي والتنسيقي في صفين. بتظهر بمجرد الاختيار هذا الاختيار يظهر شريط الأدوات القياسي والتنسيقي في صفين. نضغط إغلاق. بمرور المؤشر على هذه الأوامر نجد أن كل أمر تظهر اسم هذا الأمر أسفل المؤشر بمجرد المرور فوق هذا الأمر. شريط الأدوات القياسي وهو يحتوي على الأوامر الأكثر شيوعا والأكثر استخداما في البرنامج، وشريط الأدوات التنسيقي وهو الذي يختص بتنسيق الكتابات، تنسيق المستند في برنامج مايكروسوفت وورد.